موافقة بالإذاعة ولا لأ؟ مش مشكلة، عادي عادي طب عادي اتفضلي. عادي، مش مشكلة. أهلا بحضرتك، كل أهلا. سنة وأنت طيب. معلش، وانتي أنا طيب. مجموعة مشاكل متداخلة ببعضها، تمام؟ من بداية حياتي ماشي، لغاية ما نفسيتي مدمرة وتعبانة اتفضلي. ومتبهدلة ومتهانة، متهانة جامد يعني. اتفضلي. ماشي. أنا اتربيت في أسرة تمام كويسة في البداية. أمي وأبويا كان في اختلافات في الماديات، تمام؟ مم. اتجوزت راجل ما عنده ولاد وكان اختلافات في الماديات، فجت يعني وانا لسه في اولى ثانوي كان في واحد جاي لاختي عريس، تمام؟ اكبر منها، هي اختي اكبر مني ب4 سنين. مم. فاختي رفضته، وكان هو امه كانت بتشتغل عند امي عامله في شغلها، مم. تمام؟ فالعاملة دي كانت بتربينا لأمي عشان أمي كانت فاتحة مشغل كبير بتعلم الفتيات وخياطة والكلام ده. فالعاملة دي طمعت في أمي لما ابنها سافر اتغرب بره، عمل مادة، عمل بيت حلو كبير كده وكان مراضي أهله. فهو طمع في أمي، قالت لها أنا بربي لك عيالك وبراضيكي وطول عمري خدماكي ونفسي نناسبكم ونتشرف بيكم، مم. تمام؟ فكانت طمعانه تاخد مين؟ اختي. اه. فاختي كانت مغروره شويه، فقال له ايه، فلما راح يتكلم مع اختي وبتاع رفضته. فامي استخسرت ان هو يسيب البيت والدنيا، فجوزته فلما لك شاف انت. قال لها ايوه دي تاخد مين؟ تاخد ده، خلاص. مم. تمام. بعدها بكام يوم جه عريس ليا تاني، كنت في اولى ثانوي، مم. فشبط في مين؟ في اختي، مم. خلاص. واتجوز اختي وجاب منها بنت يعني انتوا وسابها عملتوا بدل، العريس اللي جاي لك اتجوز اختك والعريس اللي جاي اختك اتجوزك. عليكي نور. مم. بس اللي اتجوزني انا مين بقى؟ تمام. الراجل الكبير اللي اكبر مني ب20 سنه كان بيشوفني طفله رضيعه، اه، تمام. يعني لما ما اتجوزكيش، ما اتجوزتيش ابنه، اتجوزتي ابوه. لا انا اتجوزت، هو كان كبير في السن ومتجوز اه. كبير ماشي، وانا كنت صغيره، انا كنت 16 سنه و 36 سنه. كان مم. بيسافر الغربه في السعوديه، عمل ده يعني ماديا ابن شويه. العاملة اللي كانت شغالة مع مامتك. عليك نور، تمام. امم. هم طمعوا من ان هم ياخدوا ناس اغنياء وناس مستريحه وناس نظيفه ويتشرفوا بيهم. وبعد ما اخد، امي اصرت ان انا لازم ناخده، اقول لها لا، مش عارف ايه اللي اصرت بالضرب بالشتيمه بالمهانه بالمذله. جوزتني غصب عني عند المأذون، وانتي غصب عنك عايزه تتخلص مننا عشان هي وابوها هي وابويا انا في مشاكل ماديات، امم. تمام. مفهوم. اتخلصت مني، خدت ده وده، كان كل حاجه وحشه فيه من الاخر، تمام. امم. اخدته، مفيش راحه نفسيه، مش حباه، عايشني في بيت اهله واخواته كلهم مرمطوني وبهدلوني. هو كان بيسافر رايح جاي، اللي اه. بيشتغل بيه بيديله، اللي بيشتغل امم. بيه بيديله. عمل بيتين حلوين، انا ما بيدينيش حاجه، طلعني بقى. طبعا انا شغاله ممرضه، تمام. امم. رحت اشتغلت في تمريض، طلعني. جبت عيل والتاني، هو ما رباش معايا عيال في ال6 سنين الاولانيين. تبني حامل 15 يوم يجي يلاقيني حامل ومعايا عيلين، العيل كبير، تمام. امم. 6 سنين الاولين ما تعيش معايا فيهم، كان في الغربه يمشي. كل اللي عمله ما بيجيبليش حاجه، ما بيعمليش حاجه. اهله بقى كل ما اجي اتكلم اول ما بيدينيش ما بيجيبنيش، يمسكوني يضربوني يشتموني يهنوني يبهدلوني يطردوني وبتاع. ايه، لغايه ما اخدت نفسي سبت لهم البيت اللي هم قاعدين فيه، ورحت بيت تاني في حته منطقه مهجوره وقعدت فيه، تمام. امم.
لقيتهم رايحين هاجمين على البيت سارقين وانا في شغلي وعيلي في الحضانات. ما علينا، جيت جايبه التاني من السعوديه فقعد لا شغل ولا مشغله، قعد لي في البيت ده يبيع حاجه البيت يبيع حاجه البيت يسرسبها حته بحته. اجي اتكلم يمسكني ضرب وشتيمه وطرد من قلب البيت. انا كنت قاعده في محافظه وامي في محافظه تانية، تمام. بقيت كل يوم عارف ان امي صعبه وشديده واخد بالك ويعني مش ست حنينه، تمام. فكان كل يوم يقول عقابها اوديها عند مين؟ عند امها. كل يوم يطردني ويبهدلني ويمرمطني، اروح عند امي اتمرمط منها، اجي ارجع احن لمين؟ لحاجتي ولبيتي ولولادي ونيجي قاعده. قعدت على الوضع ده معاه 18 سنه. عيالي دول ما فرقوش ايديا، قايمه نايمه كل المطالب الحلوه اجيبها. نفسيتي تعبت، نفسيتي تعبت من كتر الصوات، من كتر اجيب حد من الاهالي يطرده يكرشه يقل ادبه، راجل بلطجي زباله من الاخر. خلت بعضي طلق. جه في مره ضربني، رحت لاولاد عمامي جابوه وبتاع، اصروا قالوا لي تتنازلي عن البيت ده. كنت طبعا امي كانت مدياني جزء ورث كان محطوط في البيت، عفش وفرش وحاجتي، وانا كنت بشتغل وبجيب، كله كان محطوط في البيت. طمع في كل حاجه اخدها مني، تمام. تتنازلي عن كل حاجة وتتنازلي عن عيالك وتمشي، ده اللي ليك عندي، حتى فلوس المأذون تدفعيه. قلت ماشي، قلت اتخلص من ده كله خلاص. فطبعا كان جايب لي ذهب كتير لما كان بيسافر، كان ما بيجيبليش حاجة، ما بيجيبليش هدايا، كان بيجيب لي حتتين ذهب ويخبيهم، تمام. اقول مش مشكلة، حرمني حتى البسه. ما خدهم مني بالإكراه. مسك الذهب ده حلف عليا 100 يمين، والشيخ الازهر جه وبتاع قال ايه الذهب ده عشان تحللوه لبعضيكم، انك انت تسيبه عشان تحلف عليه يمين يتباع ويتبدل بغيره بحاجه اقل ما دام انت محتاج له. دليني بيه، اخدوا مني حطوا في الهون وطحنوا عشان ياخدوا مني. بقيت كل ما اشتغل ربنا يرزقني بقرش اجيب حته ذهب لنفسي، تمام. انا بقالي لغايه النهارده انا بقالي 36 سنه بشتغل، تعبت ومهنه متعبه. ماشي، بتشتغلي ايه؟ ممرضه، تمام. ف اخدت يعني بعضي. انتي اتطلقتي كده بقالك قد ايه مطلقة؟ ده انا سايباه كده بقالي 18 سنه، 18 تمام. سنة. خدت بعضي وجيت مارية من كل حاجة وخدت بعضي سافرت بره. وسبتي ماشي، بقى العيال كمان. ما انا قال لي ايه طلبوا مني بقى تتنازلي عن العيال اللي هو ماسكهم نقطة ضعفك، نقطة ضعف وقويته عليا ان انا لازم اتنازل عن العيال وتنازلي عن البيت وحقك اللي في البيت ونصيبك اللي في البيت وعفشك نزلتي عن وفرشك كل حاجة وسافرتي بره وفلوس المأذون كمان ادفعي ويلا. خدت بعضي وسافرتي. اهلي كل شويه كانوا بيصروا عليا، امي واخواتي يصروا ان انا ايه لازم استمر ما اسيبش البيت ده عشان البيت ده يعني غالي جدا، تمام. اخدت بعضي وسبت له الدنيا وخدت بعضي وسافرت. طمع فيا واحد ابن حرام هناك. طبعا انا طالعه من صدمه، كنت محرومه من الحب من الحنان. برضه عايزه افرح، طول عمري كنت مدفونه ما بين الشغل وبيتي وعيالي. بخاف وما زلت انا ما يعني مش مستحبه لحد. ده بقى عمل لي بحر طحينه، عندي بيتين وعندي مصنع وعندي شركه وعندي عربيه وعمل لي ابو لمعه، تمام. جيت اتكلم مع اهلي قالوا لي ترجعي بيتك وعيالك تاني، ترجعي بيتك وعيالك تاني. لا، جيت خلاني سبت الغربه، خسرني عقد سفر لي بره، جيت من بره عشانه، تمام. عشان قلت ايه عشان الراجل اللي عشان هو اللي عرفتيه ده.
التاني بقى ده بقى ما شاء الله بقى. انا طبعا يا حبايب يا اهلي تعالوا اسالوا، كله مكبر دماغه وترجعي مين لبيتك لبيتك وايه وعيالك. عليك نور. قلت لا لا. يوم جاري في الشقه اللي جنبي كان متجوز واحده في الشقه اللي جنبي، كل شويه كان لسه متجوزها وهي معاها اولاد وبتاع، شافني انا قال الله دي احلى ودي معاها ودي عندها، طمع فيا. جت هي تقول لي، قلت لها لا جوزك رامي جتته عليا اتصرفي فيه. قلت لها انا بحب واحد يا حبيبتي وجوزك ماليش دعوه بيه. قالت لي طب تعالي اتجوزي وسيبك من اهلك وسيبك من ده كله وتعالي روحوا للمأذون. ورحت انا وهي من ورا اهلي وجينا عليكي نور. اخدته فين يا ابن المصنع وفين الشركات وفين وفين. قال لي عليكي نور ده من كفر الشيخ. تمام. طلع كل كلامه كذب. طبعا انا اروح اقول للاهلي ده انا اتجوزت واحد ضحك عليا وي ده انا اتحديت الدنيا وسبت الغربه وجبت عفش وفرش وشقه. جبت له شقه وعفش وفرش وفتحت له معرض حلويات من فلوسي انا وقعدته في بيتي وكله عماله ابيع من ذهبي ده. فانا كل استثماري كان كله ذهب. انا كنت من عشاق الذهب. النهارده ما خلاش معايا حاجه يعني ما شاء الله عليه. طبعا دريت خيبتي وسكت مش قادره اتكلم. طلعت حامل في الفتره دي. طلعت في الفتره دي لقيت نفسي حامل. تمام. جبت منه ولد، ساب لي المحل وساب لي الدنيا وخد بعضه وراح عند اهله. رحت قلت لا ده هو الوحيد اللي يربي ابني، ما اقدرش اجيب واحد تاني هيضحكوا عليا ويقولوا ضحك عليا وبتاع. بقيت اداري البسه المستورد وانضفه احلى اكل وشرب ولبس وقعد لي عواطلي لا شغله ولا مشغله. عايز الدنيا فسح عنده والدنيا عنده متعه. طلع ابوه لمعه. قلت له بالسلامه بقى وطلقني يا حياه اللي خلفوك كفايه عليا كده. انا مش قادره اتكلم مش قادره اقول هروح اقول لاهلي ده انا خلصت بعد 18 سنه فضايح ومرمطه من واحد جبت ثاني اوسخ منه. اخلص بالادب اخرج من حياتي. ماشي. مرضاش. جه ماسك الشقه بتاعتي كسرها ورماها لي من البلكونه كلها. اتلموا عليه بتوع مخدرات تحت طلعوا بتاع. لقيت كله هيهجم عليا. قلت لا. التاني جه واخد بعضه يعمل ايه عشان يداري خيبته. راح لمستشفى النفسيه. تمام. حاله نفسيه وجاتلي حاله نفسيه وسامحوني وبقى يوطي يبص الرجول والايادي. تمام. جيت واخده شقتي جيت بيعها ورحت اخدت واحده تانية في مكان تاني عشان اداري الفضيحه اللي هو عملها. تمام. جاي لي برضه ورا مني وجي لابد لي فيها. طب انت يا ابن الحلال امشي. وصلت لفين؟ اسمعيني حضرتك معلش اسفه يعني بالراحه معايا. تمام. قعد بعض معايا رجع تاني اخدته تاني وسامحت. قلت يا بنت حاله نفسيه. بقيت اوديه المستشفى واجيب له علاج وراضيه وراعيه واديله اكل وشرب وحاطه الجزمه جوه حنكي مش قادره اتكلم. تمام. قاعد في البيت لا عايز يشتغل ولا عايز يصرف ولا عايز يعمل حاجه ويقول لي امن مستقبلي واعمل مستقبل للواد الصغير. قلت مش مشكله انا عندي الاثنين التانيين اغنياء. الصغير ده اللي محتاج كل اللي يشتغل بيه التاني احوشه له في دفتر توفير في مكتب البريد. مين اللي بيشتغل بيه؟ مين اللي بيشتغل بيه؟ جوزك ابو لمعه؟ ابو لمعه اللي يشتغل بيه. قلت اشيله للولد الصغير بدفتر توفير باسم مين الولد الصغير بحيث لما يكبر ما يبقاش واحد فقير والتانيين اغنياء. تمام. يبقى يعني ملموم شويه بفلوس دول اللي هم ولادك التانيين ولادي. انا بتعامل دلوقتي مع مين؟ مع الواد الصغير. تمام. قلت له قرشين حلوين طبعا في ذهبي قدامه. التاني بقى نفسيتي منه تعبانه من اكاذيبه. لقيت عفن نتن كذب استعباط استقطاع
قله ادب، بدا يطول عليا بالايد، قلت له لا بالسلامه بقى، بالسلامه، امشي من هنا بالادب كده من غير ما حد يشعر. كله بقى يتدخل، دخليه رجعيه، في ايه في ايه، مش راضي انطق. اقول لهم ده مريض نفسي ولا بيستعبط عليا المرض النفسي، ولا اقول انا خدت مقلب زباله، انا مش عارفه انا عملت ايه في نفسي. بقيت امشي. لقيت في يوم جاي يهاجم عليا، ضاربني مكومني دم، وجه طالع يجري. تمام، رايح سارق علبة الذهب بتاعتي. العلبة الذهب النهاردة دي تعمل لها 3 مليون جنيه. تمام، ذهب كنت انا بقول لحضرتك ان انا من عشاقه، كرهته الذهب ده من ساعتها. طلعت اجري على النيابة، الحقوني الحقوني، قالوا لي مفيش حق بين الراجل ومراته. تمام، بقيت اصوت. انا طبعا كنت بصحتي زي الفل وزي الورده، كله كان يسميني في شغلي كمبيوتر، شعله من النشاط، ملكه كده وبرنسيسه بتنزل. خلاص النهارده انا بقيت مدمره. تمام، لما قالوا لي مالكيش حق عنده، بقيت ماشيه مجنونه في الشارع بصرخ بالوجه. حاليا 54، ماشيه في ال 54. اخدت بعضي بقيت زي المجنونه ماشيه في الشارع في دماغي اتجرى على الدكاتره. لغايه اخر حاجه قالوا لي انت ايه، بقيت اتهز وارتعش ومن كتر العياط. ضغط يا جماعه، يقولوا لي ما عندكيش ضغط. بعد كده عملنا رسم مخ، طلع ان جالي كهرباء على المخ من الصريخ ومن العياط. ما قدرتش اقول لمين، للي مني. هيقولوا انت اللي جبت لنفسك وانت اللي عملتي، لا حد هيداويني ولا حد هيديني ولا حد نفاني اساسا. تمام، قعدت اتجرأ على الدكاتره، خدت الواد الصغير في حضني وقلت ملهوش ايه، ملهوش ذنب. قالوا لي احبسي الاب او نجيبه بلطجيه، نحبسوه نضربوه نعمله نسوي نخلوا. قلت لا، لا، ليه؟ هيبقى نقطة سوداء في حياة ولادي التانيين واهلي. ما عنديش حد رد سجون او حرامي، هروح ابقى انا فضحت نفسي على الملأ لو انا عملت كده. بقيت اكلم التاني بالهدوء عشان يصرف على ابنه، عشان يرد لي حاجتي. طبعا مش شايله حق، عايز يعمل لي مجنون، يقول لي اجيب لك ميه نار وتصطها في وشك، تفكري تتجوزي اجيب لك ميه نار وتصك، ومعايا شهاده تحميني بالكلام ده. ماشي، لقيت نفسي مش طايله لا حق ولا باطل. حطيت جوايا وقلت يا بنت يا شغلي ساترني وما بتكلمش. تمام، خدت الولد قعدت وديته مدارس خاصة، أحلى أكل أحلى شرب أحلى لبس. 12 سنة واخداه في إيديا في شغلي، قاعد جنب مني على الكرسي ما بيتحركش، أفخم ألعاب. بصي، منتزهات لعب في كل المتعة وكل الدلع وكل الحب وكل الأمان وكل حاجة حلوة الولا شافها. 12 سنة. تمام، نرجع ايه لما رجعنا للاثنين التانيين بقى. الاثنين التانيين في التوقيت ده كله اللي من الاولاني قاعد عامل لهم غسيل مخ، رمتكم وراحت اتجوزت واحد وبتصرف عليه وراح جايبه لها عيل صغير وعايشه حياتها. بقى يكره العيال فيا ويعمل لهم جحود ليا. تمام، طبعا عندي البت الكبيرة يعني جريئة من يومها، كانت غلبانة، أبوها جرأها عليا، بدأت تبجح، بدأت تطول لسانها، بتطول إيديها. بقت كل ما نروح هناك، ما كنت قطعت البيت فترة طويلة لغاية ما انخطبت وبتاع، أصروا إن أنا لازم أحضر. طبعا أنا من يوم ما اتولدت وأنا بشيل لها شوارها، أفهم حاجة بجيبها واشيل عشان عارفه الاب خايب، اقول ايه اجيب حاجه على ذوقي، اللي في نفسي كله جبته وشلته لها لغايه ما سطرتها. ماشي، طبعا عمرها ما قالت لي يا ماما، لا عمرها لا احترمتني، ولا عمرها غسلت لي طبق، ولا عمرها قالت لي مالك.
ولا اتصل انت عايزه ايه، مفيش غير اتصال، هاتي 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 هاتي. لما قلت ما معيش وما فيش بقت تشتمني، بقت مم. تكرشني، وخدت انت سبتيها حاجتها. وهي كام سنة؟ هي تانية ثانوي، لما سبتيها 15 كانت في سنة، تانية سنة. 15 سنة مم. ولا 16 سنة عندها. لها ايه تاني عندي اكتر من كده؟ مم. تمام. حفظت بعضها، اتجوزت السنة اللي فاتت برضه قلة أدبها وشتمتها وطردها فيا. قلت مش حاضرة، أصروا إن أنا أروح الفرح، رحت بالعافية وخدت بعضي وعزلت. قلت ما إلا مع بنت جوزها خدت هديتها مني، وبدل قلة أدبها ماليش دعوة بيها. مم. طبعا دلوقتي عاملة مشاكل مع جوزها، ورمت له الحاجة، قالت لي عايزة حاجتك روحي يا حبيبتي روحي خديها ما تلزمنيش، ما حدش قال لي تجيبي ما تلزمنيش، وأقذر كلام بتقولهولي. وديتها الازهر الاسبوع اللي فات، اول ما شافها شيخ الازهر وهي بتصغر لي وانا ببص لجثه بيطبطب عليا، جت زورالي. شيخ الازهر قال لها ان المنطق ده ما طلتلهوش من فراغ، انت نظره عينك لامك حكمت على شخصيتك، انت عدوه من الاخر. ما علينا. عندي الولد الثاني بقى الكبير اللي بعد منها بسنه، ده بقى تساليه عن اي حاجه يقول لك ما اعرف، ماليش فيه. ده بياكل ويشرب وينام، ملوش دعوه بالدنيا خالص، ولا يعرف حاجه عن البيت ولا عن اخته ولا عن امه. يعني انا لو اتصل قالوا له امك مذبوحه، يعني طب انا اعمل لها ايه؟ امك عيانه ماليش. يعني انا امبارح رنيت عليه وده عامل لي سبتيه علامه، وهو قد ايه كان؟ سايباه برضه يعني، وهو عنده يجي 15 سنه. يعني الاتنين كانوا في سن واحد؟ الاثنين ما بينهم وبين بعض 7 شهور. تمام، ورا بعض الاثنين. الولد مخلص جامعه برضه، ولا يفهم حاجه في الدنيا ولا في الحياه غير ياكل ويشرب وينام وينزل ايه المشروع بتاعه ويطلع. تمام. نقول له انا عملت لك اللي انت فيه ده كله، ده خيري، لولا انا لميته باعصابي وبسنين عمري اللي ضاعوا وحياتي اللي اتدمرت. اعمل لك ايه وانا مالي؟ ماليش فيه، ما يلزمنيش. بصي بقى باخد منه غير البجاحه وقله الادب هو كمان بالسلامه، يغروا في داهيه. تيجي التالت بقى، ده النصيبه التالته بقى. ماشي. ده بقى اخطر ما فيه، الولد كبير لا بيضر ولا بينفع عليك نور. تيجي بقى للبنت الكبيره دي فجر الدنيا، ماسكه جوزها قشيبه وقله ادب عليها، وكمان مش طايقها ولا طايق يخلص منها ولا طايق يعيش معاها زي الناس. وخلف منها؟ لا لا لا، دي لسه عروسه السنه ما خلفتش. تمام. بصي الكبيره دي فجره، وما تاخدش منها غير قله الادب وقله القيمه، يبقى البعد عنها غنيمه تولع. والتاني الكبير لا بيضر ولا بينفع. خلينا بقى في التالت. التالت ده بقى اخطر ما فيهم، واكتر واحد محتاج لي فيهم. تمام. طبعا انا لما ابوه كان معايا قلت للعيله التانيين اللي عندهم بيت كبير وحلو، الولد الصغير ده الشقه اللي انا قاعده فيها دي بتاعتي، وعملتها من عرقي والشقايه، من كتر ابو العيال الاولاني ما كان بيرميني في الشارع وانام في الشارع، وامي كانت ممرمطاني ومبهدلاني. شقيت 24 عليك نور، شقيت مش شقه زي الناس عاديه، بقيت اشتغل فتره واتنين، اشتري نبطشيات، ابيع هدوم وابيع اكسسوارات وابيع كل حاجه عشان الم فلوس، عشان اجيب اللي في نفسي لنفسي. طيب لان ما فيش. قولي لي باختصار بقى ارجوكي اسرع، التالت بيعمل لك ايه او وصلتي لايه؟ التالت ده بكون قاعد معايا 12 سنه 100 100 تمام التمام، احلى اكل وشرب ولبس وفسح وحياه مستقره وجميله. تمام. بعد ال 12 سنه ولا اصر جت كورونا ما راحش شغلي، اصر ينزل الشارع. تمام. نزل الشارع، لم زي طبق الرز كده، ما فيه حبيبات سودا، نقى قاذورات الشارع كلها، كل قاذورات الشارع. يطلع يشوف من العيال، ننزل نحميه ونضرب العيال اللي بتيجي يام وتزعله. لم من العيال
كل المساوئ، قله الادب، رفع. بصي بقى طلع بقى اجي امنعه انه ينزل الشارع، يطلع يكسر شقتي، يطلع يرفع عليا سكينه، يشدني من شعري، يشخرني، يضربني. بيتي ده خلاص بقيت. بصي رحت الإقسام، بدل المرة عملت 5 محاضر، محدش جالي من الحكومة. تمام. بلطجية وجبت له، رحت جبتي لابنك الحي، بلطجية؟ جبت له بلطجية عشان يروح امتحان، مش راضي يروح امتحان، بس ما خدش حد يضربه. كل ده ما بخليش حد يضربه عشان عشان ينزل يخاف. امتحان. ساب المدرسة الخاصة، بقاله 2 ما راحش المدارس الخاصة، رغم ان انا بدفع مصاريف وبودي هدايا. وانت اللي ها؟ بتدفعي لحد دلوقتي. ابوه فين بقى؟ اه. ابوه بقى دوره من يوم ما ساب الولد، من ساعة ما مشى من هنا رفعت قضية نفقة. تمام. حكمت ب 300 جنيه. هات يا عم كل شهر شهرين 3 يذلني عشان يدفع. قلت له مش عايزة منك حاجة، مش عايزة منك حاجة، خلاص مش راضي يديني. بيمرمطني على المحاميه، والمحاميه كل واحد عمال ياخد قد ما انا بناخد، هو المحامي بياخد. طلع مش عايزه منك حاجه، كفايه عليا شايله ابنك، مش عايز. اهو كله في النهايه لمين؟ لابني. طبعا الاب قاعد عواطلي، الاب قاعد عواطلي عند امه. تمام. مش مشغوله، بأمن مستقبله بالذهب اللي باعه بتاعي، حطه في البنك، بيسرح منه بقى فوايد بقى الفلوس دي. تمام. ولا شغله ولا مشغله، وياكل ويشرب على امه عويل. هياخد ابنه يعمل بيه ايه؟ واللي يكلمه يقول لك معيش. خد اللي راح سحب الفلوس اللي في البريد، سرق ذهبي وهو نازل، خد فلوسي وهو ماشي، ما بيصرفش على ابنه جنيه ورميه عليا. طبعا الناس اتدخلت وبتاع. انت ابنك ده قالوا عنده لي كام سنة دلوقتي؟ التالت ده. ابني دلوقتي التالت ده ماشي في ال 15 سنه. الولا بقى دلوقتي بقى ايه؟ تمام. ينزل بقى الولا بقى ايه؟ اصر مش رايح المدرسه، ماشي. بقينا رايحين الامتحانات بالقوه جبريه، يروح بس يخش الامتحان ويمشي بس. انما طول السنه لا كتاب بيتفتح، افهم دروس، افهم كتب خارجيه، افهم مدارس خاصة، اعدادي. وشلت الليله والروبه، احلى اكل وشرب ولبس كل يوم، طقم واثنين وثلاثه. كأجي اتكلم عن انا لو صور لك دلوقتي لسه قالب الدولاب على بعضه كله عشان يطلع بنطلوني معايا. الحلة الاكل اللي في نص الليل امبارح قال لي مش واكل اكل، هتديني ننزل نجيب اكل جاهز دلوقتي، معيش فلوس، انا ماليش فيه، اتصرفي. تقولي لا، يضربني، يكسر الشقه كلها يضربك؟ متكسره. بيضربني لسه ضاربني دلوقتي. اجي اسجل له بالموبايل، يجي شادد الموبايل ويجي ماسح. تمام. موبايلي لو انا اتصل بحد يجي ماسك الموبايل في الحيطه، يجي مكسره شاشه التلفزيون، الشقه كلها ما فيش ركن مكسر. بقالي 4 سنين من يوم الكورونا ما بدات لغايه دلوقتي، ضرب، شتيمه، يعني هو شخر. بعد كده من وهو عنده 11 سنة بقلة الأدب دي؟ اه 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 اه. تقولي له ما فيش حاجه اسمها ما فيش، ينهار ابو امك واللي جابوك. عارفه لغايه امبارح بالليل قايل لي بطلي يا مره يا بضان. لا تمام. حول ولا قوة اه إلا بالله. فلا بصي، شخر غنج، سكينه بتترفع عليا من شعري، شقتي تتقطع زي دلوقتي هو بقى. بيشرب حاول ده ايه؟ مخدرات؟ لا بص بقى، هو بقى له ايه فتره كده، اخرجه من عيال يروح لعيال صايعه تانية. كل ما بعيدوا عنها، اخر ما زهقت رحت لمين؟ اسلام الشرطه، ورحت مديريه الامن، قلت لهم نظفوني منه، قلت لهم هقتله. قالوا لي اقتليه. رحت للشيخ الازهر، قلت له انا عايزه ورقه ابراء للولد ده، انا مش عايزاه في حياتي. قال لي ارميه في الشارع وتفشي. ارمي شغلتك، ارمي شغلك، وارمي شقتك وتفشي. عيشي حياتك يا بنتي، انت فين من ده كله؟ انت فين من الحياه؟ عيشي لنفسك حبه، حرام عليكي نفسك، ظلمتي نفسك. قلت له لا، ابني اهم. كل ما يجي لي حد للجواز، رجاله محترمه بشوات نظيفه، طبعا يسمع قصه الولد كله ينسحب ليه؟ لورا. طب ترمي الواد لابوه؟ قلت لهم لا،
بقيت ابني لقلبي وعلى نفسي وعلى حياتي وعلى صحتي وعلى عمري وعلى كرامتي، عشان في النهاية أتهان أعيش مهانة، لا أموت مرة ولا أموت كل طب يوم قولي لي 1000 سؤالك مليون ايه؟ مرة. تمام، أنا مش عايزة الولد ده في حياتي. أبوه قال لي اديني تنازل، اديت لأبوه تنازل من 2 سنين، تنازل في اقسام الشرطه ان الولد ملوش صفه عندي. تمام، روح يا ابني لابوك، مرضاش. الرجاله جت واصرت ان الولد يمشي، جه الولد جايب سكينه وضارب واحد بالسكينه. تمام، ضربناه وكرشناه، راح قعد في الشارع اللي مش ماشي ومش راجع غير عندهم، يجي يعيط ويتمسكن ويجي داخل تاني زي الولد بيقلد نفس تصرفات ليه ابوه. الاب. عليكي نور، الاتنين مش مجانين. قمة الذكاء الولد بقى. الولد مصروف اليومي ميات الافات، يسرق حاجة البيت ويدي للعيال، يسرق كل حاجة في البيت ده العيال. اقول له رايح فين؟ مالكيش فيه، مالكيش فيه حياة امك، وكلام بقى قذر وشتام وقلة ادب فوق ما تتصوري. ماشي، جاي ينزل لي الفجر، يجي لي تاني يوم الصبح، ثالث يوم، جه في يوم برضو يعني مشكله كده لسه لكن انت مش حاسه قريب. ان انت دلعتيه زياده عن اللزوم؟ انا دلعت، انا مش انا كنت بعوض فقدان الاب، وكنت بشجعه لان الاب كان من الحرمان سرقني. تمام، من الحرمان. فانا كنت بشبع ده، كنت الام والاب والاهل، وكنت بعوضه عشان يطلع عينين عليا مش زي الاتنين الجحدين التانيين. وطلع انما اغبى منهم. طلع اوسخ ما فيهم واخطر ما فيهم، كل شويه يقول لي هقتلك ويهجم عليا عشان يقتلني. تمام، طب وانت وبعدين ايه؟ ليه ما عملتيش بالنصيحه اللي قالها لك شيخ الازهر؟ ليه ما بعتيش الشقه دي او قفلتيها او اجرتيها وخدتي بعضك هقول ومشيتي؟ لحضرتك اقول لحضرتك تمام، الاب سايب الولد ده هنا، ضمن مستقبله بالنسبه للسكن، وضمن مستقبل الولد بالنسبه للفلوس اللي انت حاططها في كتبتي البنك الشقه باسمه؟ ومريح. لا ومش هسيب له حاجه، مش هسيب له، والله ما اسيب له، والله ما اسيب له تفتوفه. الولد بقى عمل تصرف تاني اخطر. تمام، كان بيروح المعموره هو والشباب يصرف عليهم ويشرب لي فيب وبنات، وهو في المعموره الشاطئ اتصاحب على بنت. البنت دي لسه من شهرين دخلت عليا في التليفون، اتصاحبت عليا. تمام، البنت دي شافت ابني شكله حلو، لبس حلو، الكلام المزوق، زي نفس التصرف بتاع الاب. هو لما انا واخد. شفته واتخدعت فيه، البنت شافت الولد ده مات، وبنت محترمه وجميله ونظيفه، مش في البلد هنا، هي في بلد تانية غير بلدنا. البنت شافت الولد انبهرت بيه وحبته وعشقته. تمام، البنت اتصلت بيا، اتصاحبت عليها حبيبتي وبتاع، لقيت البنت كل يوم تعيط عياط، وكل يوم البت في المستشفى محجوزه، تقطع شرايين ايديها، امها بتدور بيها على الامراض النفسيه. ليه بقى؟ البت حلوه، البت عشقت الولد، وتقول لي ده حاجه مميزه. نقول لها يا بت ما ينفعكيش، بس مش قادره احكي لها قصه. البت بتموت وممكن تنتحر لان عشقت الولد، بس هي مش عارفه حقيقته، هي شافته ابو لمعه بس مش الحقيقه. وهو عمل معاها حاجه غلط معاها؟ لا هو عيال بيلعبوا مع بعض بيتسلوا، طيب فهي اللي حاجة. انت دلوقتي سؤالك ايه؟ ما تاخدي بعضك وتمشي، ما تاخدي بعضك وتمشي. جالي ابنك محتاج الامراض يعرف قيمتك، محتاج يعرف هو عليك. كان عايش في ايه، وسيبيه للشارع بقى. تمام، انا بقى الولا متصاحب مع بلطجيه. تمام، اللي يفكر يجي يمي اجيب البلطجيه قطعوكي حته. ماشي، انا عشان امشي انا جالي امراض بدل المرض 8 كل يوم. انا لسه عامله عمليه غدد. تمام، يعني 50 يوم كده بالظبط.
العمليه باظت، عروق رقبتي وارمه، التنفس بيقطع معايا، الضغط عالي، كل يوم كل يوم عندي دكتور، كل يوم ما بخرجش طيب غير انت للدكاتره. مستنيه ايه لما تموتي وهو يورثك؟ مفيش لقمه باكلها، مفيش لقمه باكلها غير بالعلاج. انا سؤال، قاعده انت جنب مستنيه لما تموتي وهو يورثك؟ مش راضي ينزل. لو انا فكرني لو لقاني ببيع ولا بنزل هو ولا انت بعمل، لازم الولد ممكن ينزل تعرفيه، معايا. وانت لازم ما هو تعرفيه. قاعد لي في البيت، بلابد لي في البيت، ابوه مش راضي ياخده، مش راضي ينزل، الولد مش راضي يمشي. طب وشغلي؟ اخسر شغلي؟ لا شغلي الحكومي لا، ما اللي بيصرف تخسرهوش، عليا. انقلي في مكان تاني وروحي شغلك. يعني لو نقلت اي مكان ما هيسأل ويجيش، مم. هيسأل يعني ويجي لازم. شغلي ده. مم. بقول لحضرتك شغلي ده هو اللي بيوكلني وبيعالجني. انا واحده باخد علاج ودكاتره واكل وشرب ومصاريف بيت. هو شغلي بصي الذهب اللي عندي اخده بنتي بمرمطاني، الفلوس بتاعتك راحت فين؟ اصل انا واحده عمليه في شغلي في حياتي. انا فكرتش في نفسي، انا قاعده بالولد 12 سنه من ساعه ما مشى الاب. يعني هما هديك التلاتة واحده، طمعانين فيكي. الثلاثة مؤذيين وثلاثة زبالة، وما فيش حد منهم قال لي يا ماما، ولا حد نفعني، ولا حد قال لي مالك كنت مريضة، ما حدش قال لي محدش رفع افتكر السماعة وقال لي اي كنت حاجة بكذب. عدلة ليكي؟ يعني محدش افتكر لك اي حاجة؟ لا 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 حول. لا لا لا، في حاجة. لو سمعتك محادثة للبت انا ممكن ابعت لك محادثات للبت وللولد في الفجر وقلة الادب اللي بتتقال من الثلاثة، من الثلاثة. مم. مم. رغم ان انا حامياهم ومشرفاهم وسنداهم وبصرف عليهم وبجيب لهم، وضيعت عمري وحياتي. اللي اتجوزت وسبتهم ما عجبش، واللي قعدت بيهم ما رضيتش اتجوز ما عجبتش، اللي خدته في حضني واحتضنته طلع زباله، واللي سبتهم لابوهم طلعوا زبالتين. طب انا اعمل في نفسي؟ لا، انا مش اصل عايزه الناس كله كوم تتحلف. وان ابنك يمد ايده عليكي او يشتمك شتايم، دي ضرب مصيبة. وشتيمه وسرقه وسرقه